التيمينة. وضعت الأم يدها اليسرى على كتف نورة وناولتها باليمنى مصحفا أخضر اللون. تلقت نورة المصحف بكلتا يديها، حدقت في نقوشه البديعة المتداخلة، وتتبعت حروف القرآن الكريم على غلافه. أسرها الخط الفاتن الذي كتبت به الكلمتان، تحست الغلاف الصلب القوي وغمرها الفرح. منذ هذه اللحظة ستحمل نورة معها إلى الكتاب المصحف الكبير الذي أحضره عمها من الحج. هذا المصحف الأخضر المهيب به كل السور التي يعرفها الكبار ويحفظها المعلم سرور، وكل أسمائها موجودة في آخر المصحف: البقرة، آل عمران، النساء، المائدة. وكل هذا لنورة، لها وحدها من بين كل إخوتها وأترابها. احتضنت نورة مصحفها الجديد ومضت إلى الكتاب، وشيء واحد في هذا العالم يشغلها: التيمينة. دخلت نورة إلى الكتاب على يمين القاعة الواسعة المفروشة بالحصر. تحلقت البنات في حلقات يقرأن بأصوات رفيعة، وعلى اليسار جلس الصبيان يراجعون ما حفظوه بالأمس، والمعلم سرور في الوسط متكئ على عصاه. ظلت نورة واقفة لبرهة تنقل بصرها فيهم. تخيلت نفسها وقد ختمت صور مصحفها الجميل، ورأت بخيالها كل هؤلاء الصبية والبنات يخرجون من الكتاب جماعات متماسكة الأيدي، وهي تسير جنبا إلى جنب مع المعلم سرور في مقدمة الجمع، في حين يهتف أكبر الأولاد: هذا أخوكم قد كتب وقد قرأ، وفاق في الخط على كل الورى. فيعلو الصوت من خلفه: آمين آمين. وينطلقون في الحواري جميعها وتحت النوافذ كلها مرددين كلمات التيمينة فرحا بها. والصبي ينشد: يا ربنا يا قاسم الأرزاق، الواحد الفرد العزيز الباقي، هذا الصبي يرزقه علم الآثار، وهب له حفظ جميع الصور، وهب له الفقه كذا الفصاحة، والزهد والعفة والسماحة. فيرتفع الدعاء من خلفهم: آمين آمين. أما أبوها فسيقيم مأدبة ضخمة يدعو إليها أهل البلد، وستوزع أمها الحلوى على الأطفال بعد أن يرجعوا من التيمينة. سرحت نورة بخيالها تردد: هذه تيمينة فائقة رائعة حسينة، حتى أيقظها صوت المعلم سرور ينادي أحد الصبيان: